السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي اتم صحة وفي اسعد حال دايما يا رب. ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتعملوا اشتراك وتدوسوا لايك وشير وتكتبوا لي كومنتاتكم وارائكم وتقولوا لي عاملين ايه وطمنوني عليكم. اما بقى عن رسالتنا النهارده فهي رسالة حلوة قوي. رسالة من حبيب لحبيبته، عايز يقول لها ان هو مستعد يحارب الدنيا كلها علشان بس يفضلوا مع بعض، علشان يكملوا حلمهم اللي ابتدوه سوا. فبعت لها رسالة فيها طاقة حلوة جدا، رسالة جميلة وفيها كلام حلو. بيقول لها بحبك، بحبك يا أغلى عليا من نفسي. أنا عايزة أعتذر لك على حاجات كتير قوي شفتيها في الفترة اللي فاتت، لأن أنا كنت بعيد عنك. يمكن انت أكيد عارفة إن البعد الفترة اللي فاتت دي كان غصب عني، كان حاجة كده مش بإيدي، لكن هي حصلت وأوعدك إنها مش هتتكرر تاني أبدا. لكن اللي احنا نقدر نعمله دلوقتي ان احنا نحارب الدنيا كلها علشان نفضل سوا. لو في ناس بتحاول توقع ما بيني وما بينك وبيوصلوا لي الكلام غلط عني علشان يبعدوكي عني، مش المفروض انك انتي تسمعي لهم. زي ما انا ما بالظبط بحارب برضو بعض الناس اللي بينقلوا لي كلام انا عارف وواثق مليون في المية ان هو مش حقيقي عنك، فبسد وداني عنه علشان انا مصدقك انتي وبثق فيكي انتي، لانك انتي حبيبتي مش هما ما يهمهمش غير ان هما يشوفونا احنا الاتنين بنتخانق وبنقطع في بعض، وهم يقفوا يتفرجوا ويجوا ليا لو شفت احنا كان معانا حق، دي ما تنفعكش. ويروحوا ليكي برضو يقولك شفتي ده ما ينفعكيش، ما بيحبكيش، مش واثق فيكي، مش بيخاف عليكي. فاحنا المفروض نكون اذكى منهم، والمفروض بقى خلاص نكون اتعلمنا، احنا طرسنا منهم مرة واتنين وتلاتة لما حاولوا قبل كده يوقعوا ما بيننا. كل واحد اللي بيدور على مصلحته، محدش بيفكر فيكي ولا في مصلحتك، ولا حد همه انا هكون عامل ازاي ولا ايه هي مصلحتي. فصدقيني انا حتى اهلي مستعدة ان انا احاربهم لو شايف ان هم ضد مصلحتي، وعمري ابدا ما هختار اي واحدة غيرك، لانك انتي الانسانة اللي ملت كياني وملت جوارحي، هي الانسانة اللي حسيت انها بتكملني. ان لما ببعد عنك احس ان في حاجة كبيرة قوي ناقصاني، مش لاقي اي حاجة تسد الفراغ اللي انتي بتسيبيه. انتي واحدة كده مفيش حد زيك عدى في حياتي. انتي عارفة ان انا كان ليا علاقات كتير قبلك، لكن مفيش ولا علاقة منهم فرقت معايا وعلمت جوايا زي علاقتي بيكي. علاقتي بيكي مختلفة عن اي علاقة عشتها قبل كده. علاقتي بيكي هي العلاقة اللي هتستمر للأبد. انتي الإنسانة اللي أنا بختار ان انا اموت ما بين ايديها، وبدعي ربنا ان افضل معاكي لاخر العمر. فلو سمحتي خليكي ذكية وخليكي جامدة، وثقي كده فيا، واوعي ابدا تسمعي لاي حد. ما ت... ما تخليش حد يقولك هو ده يستهلك، انت تستاهلي شخص احسن منه. على فكرة ده ما بيقدركيش، ده بيبص لغيرك، ده اوعي تسمعي للناس دول. الناس دول عايزين يشمتوا فينا، لكن انا وانتي حلمنا اكبر من كده. حلمنا ان احنا نعرف نبني حياتنا سوا، حلمنا ان احنا نكمل الحلم بتاعنا، ان احنا نعمل بيت يليق بينا احنا الاتنين، حتى لو بيت صغير بس يكون مليان حب ومليان خير. ان انا وانت نقدر نجيب ولاد ونربيهم، نربيهم على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، ونعلمهم يعني ايه حب، ونخليهم هما الاتنين يحبوا بعض ويحبوا الخير للناس، عشان ما يمشوش كده يطلعوا طاقتهم الشريرة على كل اللي حواليهم زي الناس المريضة اللي احنا بنقابلها. فانا اللي طالبه منك انك عايزك تجمدي وتكوني في ظهري، تسانديني، ما تبقيش ضدي، عايزك تبقي معايا. لان بجد لما بشوف بسمتك كل حاجة بتهون قدامي، وكل الصعب بحس ان هو سهل، لان بعرف ان انا بتعب علشان حد يستاهل. بعرف ان تعبي له قيمة وليه صدى، وان انتي فاهماه ومقدراه. وده كله بيديني قوة ان انا اكمل، قوة ان انا انجح، قوة ان انا اواصل، ما احسش بالتعب. انا مجرد ما بشوف عينيكي وبشوف ضحكتك بنسى كل التعب. فانتي خليكي قوية. انا اساسا اللي شدني ليكي ان انتي مش بنت ضعيفة، انتي بنت قوية، عارفة هي عايزة ايه كويس قوي، وبتسعيله، بتسعي علشان تحققي اللي انت عايزاه. فاعتقد مفيش اهم من حبنا وان احنا نبقى سوا، هدف تحطيه قدامك، وان هو ده اللي احنا الاتنين لازم نسعى ان هو يتحقق بامر الله. انا وانتي كل الصعاب اللي احنا بنقابلها دي هتعدي وهتفوت مجرد ما نبقى تحت سقف بيت واحد،
في حلال ربنا وقدام الكل. وقتها كل الناس اللي بيحاولوا يهاجمونا ويوقعوا ما بيننا مش هيكون قدامهم اي حاجة تانية يعملوها، مش هيكون قدامهم اي خيار غير ان هم يخرسوا ويحطوا لسانهم جوه بقهم. فلازم احنا نكون اقوى منهم. وانا عارف ان انت قوية وذكية، علشان كده حبيتك. عايز اقولك ان حبك بجد عامل زي الحلم. انا لحد دلوقتي مش مصدق ان في واحدة زيك بجمالك وبرقتك وبقوتك في حياتي. انت هدية جميلة قوي ربنا بعتها لي. فعايزك تحافظي عليا زي ما انا معاهد ربنا ان انا حافظ عليكي. وصدقيني، صدقيني ان عمري ابدا ما هخونك ولا هبص لواحدة غيرك. وطول الوقت هحطك جوه عينيا، لانك ده المكان الطبيعي اللي انت تستاهلي تكوني فيه، جوه قلبي وعينيا، عشان انت حتة مني ومحدش ابدا يفرط في حتة منه. وصدقيني، انت لو رحتي ولا غبتي عني ولا في يوم قررتي ان انا ما ينفعش انا وانت نكون مع بعض، انا مش هكون موجود بعد كده، لان روحي وروحك مربوطين ببعض. بحبك، بحبك قوي فوق ما تتخيلي. وبكده تكون انتهت رسالتنا النهاردة. رسالة من حبيب بيحب حبيبته لكن بيوصيها تخاف عليه، وبيوعيها من ناس حواليهم ما بيحب لهمش الخير. ربنا يعافينا ويعافيكم جميعا من الناس دي. واقول لكم دلوقتي السلام عليكم، واستنوني مع رسالة حب جديدة.